الشاي في التمرين واو بري تحفه. ورك اوت. مش بري ورك اوت بالمعنى يعني. بص، انت دلوقتي الكافيين بيديك باور وبيخلي ذهنك صاحي في التمرين و تمام. الكافيين اللي في القهوة فيه مشكلة ان هو شغله بيبقى قصير قوي، يعني هو بيخليك مركز وكده لفترة معينة، ربع ساعة نص ساعة، بعد كده مفعوله بيقل جدا في الدم، فانت تضطر تشرب تاني. فبعد مرتين ثلاثة بتلاقي انك خدت السايد افكت، ما خدتش الفايدة، لان الجسم برضه بياخد عليه. فالقهوة الكتيرة بتعمل رعشة في الجسم، وتخلي ضربات قلبك سريعة، صح. تخلي اطرافك متلجة، تخليك مش احسن حاجة يعني. الشاي فيه ميزة بقى رهيبة، الشاي فيه مادة اسمها الثيانين. الثيانين ده مادة بتعمل استرخاء وهدوء وبتعلي التركيز جدا وكل الكلام ده، بلس ان هو فيه كافيين. والثيانين بقى بتطول مفعول الكافيين. يعني مادة الثيانين دي هي بتخلي الكافيين اللي جوه الشاي مدته تطول، فبدل ما يديك باور مثلا لمدة ربع ساعة نص ساعة، لا يقعد معاك طول التمرين. اي بلس ان هو بينزل املاح من الجسم، بينزل ميه من الجسم، فتلاقي نفسك ضربت عصفورين بحجر يعني، فاهم؟ عملت الاتنين. الاحلى منهم قوي بقى لانه الكافيين بتاعه عالي جدا هو الماتشا. اوكي انا اوقات كتيره جدا بشرب ماتشا في التمرين. الكافيين اللي فيها عالي، عالي وفيها برضو ماده الثيانين اوكي